السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة معانا حاجة كده ظريفة خفيفة لذيذة سريعة جدا. كل أولادنا أحيانا بيتضايقوا من أكل الفاكهة. أحيانا ما بيرضوش ياكلوا الزبادي. فأنا قلنا نعملها بطريقة لذيذة كده. تنفع إن هم ياكلوها عشاء، ممكن ياكلوها في نص اليوم كسناك. بديلة الوجبة، مفيش أي مشكلة. حاجة مغذية وخفيفة وصحية، حتى تنفع للدايت. معانا مجموعة فواكه، سكرياتها كلها مش عالية. حطيت على الفراولة معلقتين عسل نحل. مش عايزين تحطوا على الفراولة معلقتين العسل، مفيش أي مشكلة. هنقلبهم مع بعض. هنوزع الفراولة في الأطباق، وبعدين بعد كده هنحط الموز. طبعا ترتيب طبقات الفواكه براحتكم، يعني حطوها بالطريقة اللي انتوا عايزينها. كله في بعضه طبقات زي ما انتوا عايزين. لا هنحط بقى كريمة ولا قشطة ولا الكلام ده خالص. حطيت كانتالوب. وهحط باقي الفراولة تاني على الوش. كده مجموعة فواكه مغذية جدا. هنزل عليها بالزبادي. على فكرة طعمها تحفة حلو جدا. وخفيفة وطعمها لذيذ. وهنزل عليها بمعلقة عسل نحل. أظن مفيش أحلى من كده. إن تتاكل وجبة عشاء، تتاكل فطار، مش هتقول لأ. في أي وقت. أنا عملت بقى طبق مختلف للي مش بيحب العسل إلى حد ما. مش عايزين ايه، بدل ما يبقى يتحرم من الفواكه خالص، لا نحط له حاجة بيحبها. فحطيت معلقتين عصير فراولة مركز، اللي هو بيبقى في الأزايز اللي بتخفف بمية. أنا برضو اللي عاملاه في البيت. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. باي باي، مع السلامة.